سنة 73 في لحظة معينة من يوم 6 أكتوبر أجهزة الرادار الإسرائيلية كلها سكتت. مفيش إشارات ومفيش اتصالات ولا حتى تفسير. 3 دقايق 41 ثانية كانت كفيلة تغير مجرى التاريخ. في نفس اللحظة بالظبط آلاف المصريين كانوا بيعبروا القناة وبيهتفوا بكلمة واحدة: الله أكبر. الله أكبر. ما بين تشويش الرادارات وقوة الإيمان حصلت حاجة العالم كله لحد النهاردة مش قادر يفسرها. حرب أكتوبر ما كانتش حرب سلاح، كانت حرب عقل وإيمان، معجزة مكتوبة بخطة بشرية وبتوفيق إلهي. بعد نكسة 67 إسرائيل كانت شايفة إن المصري خلاص اتكسر، وفي تقرير إسرائيلي سنة 72 مكتوب بالنص إن الجيش المصري لا يمتلك القدرة على عبور القناة. التقرير ده اتكتب في نفس الأسبوع اللي مصر فيه عملت مناورة سرية اسمها تحرير 23، ودي كانت أول بروفة فعلية لعبور القناة. اللي الناس مش عارفاه إن قناة السويس نفسها كانت سلاح. المصريين اكتشفوا إن نوع الرمل في الضفة الشرقية بيدوب تحت ضغط المية، فجابوا مضخات مية بتضرب الرمل بقوة مهولة. فكرة مجنونة من مهندس مصري شاب ساعتها كل الناس ضحكت عليها في الأول، لحد ما أول مضخة اشتغلت والساتر الترابي اللي اتبنى في 3 سنين وقع في 3 ساعات. بس قبل العبور كانت الحرب شغالة في العقول. مصر كانت بتعمل تدريبات عبور حقيقية كل أسبوع، ولكن الإسرائيليين اتعودوا عليها، فكل مرة يشوفوا الكباري بيبنوها على النيل بيقولوا كالعادة. المرة دي العادة كانت حرب. حتى داخل الجيش المصري نفسه الضباط ما كانوش يعرفوا ميعاد الحرب الحقيقي، كل واحد عارف جزء صغير من الخطة، محدش شايف الصورة الكاملة غير القيادة العليا. السرية كانت مطلقة لدرجة ان بعض القادة الكبار اكتشفوا الميعاد قبلها بساعات، ودي النقطة اللي محدش بيتكلم عنها. في إسرائيل يوم 6 أكتوبر كان يوم أجازة، عيد الغفران عندهم، والناس في المعابد ووزير الدفاع في حفلة عيد ميلاد ابنه، والقوات كلها على وضع الراحة. محدش كان متخيل إن المصري ممكن يحارب وهو صايم في عز الحر. أول موجة عبرت القناة كان معاها مش بس سلاح، كان معاه إيمان بالله. كل جندي كان شايل نسخة صغيرة من القرآن في جيبه، وكل واحد كاتب اسمه في ورقة، مش عشان الوداع لكن عشان لو استشهد يعرفوه لما يرجع. محدش كتب وداعا، كلهم كتبوا راجع، وده الفرق بين اللي بيحارب واللي مؤمن إنه راجع مهما يحصل. أول طلقة في الحرب ما كانتش من مدفع، كانت من طيارة ميج قديمة جدا تعدل فيها نظام التصويب بإيد مهندسين مصريين. أول ضربة أصابت هدفها بدقة شبه مستحيلة في الوقت ده، يعني أول طلقة في الحرب كانت من اختراع مصري. وفي نفس اليوم حصلت ظاهرة غريبة، إن الرادارات الإسرائيلية كلها اتعطلت في توقيت واحد لمدة 3 دقايق و41 ثانية. وقتها المصريين كانوا بيعبروا، ولحد النهاردة مفيش تفسير رسمي للانقطاع ده. في ناس قالت الروس ساعدوا، بس وثائق اتسربت بعد سنين بتقول إن مصر كانت بتجرب نظام تشويش محلي من تصميم وحدة الإشارة المصرية. يعني كنا بنعمل حرب إلكترونية قبل ما العالم كله يعرف الكلمة دي. في أول يوم حرب وصلت رسالة سلكية غريبة للمخابرات المصرية الفجر. كانت الكود إن المرحلة الأولى نجحت، بس اللي محدش يعرفه إن الرسالة دي اتبعتت مرتين. المرة التانية راحت لشبكة اتصالات سرية في الوادي الجديد، معمولة مخصوص عشان تضلل أجهزة التجسس لو حد حاول يسمعها، فبيسمع ضوضاء بس، وكأن الرسالة كانت بين الأرض والسماء بس. اليوم الثالث للحرب حصلت حاجة أغرب. طيارة ميج مصرية كانت مطاردة من فانتوم إسرائيلية. الطيار المصري قرر يعمل حركة اسمها الغطس المعكوس، حركة انتحارية محدش بيجربها في الجو الحقيقي. الميج نزلت بزاوية قتلة، الإسرائيلي نزل وراها، الميج طلعت والفانتوم نزلت في القناة. الطيار المصري مات بعد الحرب، بس زميله قال عنه جملة محدش نسيها: كان بيطير كأنه حافظ الموج. وسط الحرب وحدة إشارة مصرية كانت بتلقط مكالمات العدو. في مرة سمعوا قائد إسرائيلي بيصرخ وبيقول القنال بيتكلم. وقتها كان الهواء بيعدي من الساتر المكسور ويعمل صوت كأنه صوت بشري. الصوت اتسجل فعلا واتسرب بعد سنين، وكان فعلا كأن القنال بيتنفس. حرب أكتوبر ما كانتش مجرد حرب، كانت رسالة بتقول إن الذكاء أحيانا بيهزم القوة، وإن الإيمان ممكن يوقف التكنولوجيا، وإن لما العلم والإيمان بيتحدوا التاريخ نفسه بينحني. وعشان كده لما المصري قال الله أكبر ما كانتش صيحة حرب، كانت توقيع من فوق إن النصر ده مش صدفة، ده وعد.